السلام عليكم شباب، بكلمكم عن الحجامة. راح أقول لكم عن شنو تسوي قبلها وأثناءها وبعدها، شنو فوائدها وشنو مضرها. أنا اليوم سويت حجامة. طبعا قبل الحجامة أهم شيء أنك تكون نايم عدل، هذه أهم شغلة. ثاني شغلة تكون ماكل وجبة خفيفة على الأقل قبل الحجامة بساعتين أو ساعة ونص شيء كذي، بس ما تكون وجبة دسمة. ديروا بالكم، وما تشرب كافيين لأنه يحرك الدم وايد وكذي. غير عن شي باليوم هذا لا تزاول نشاط، يعني صعب مثلا تروح نادي تركض تلعب كرة أو شيء باليوم اللي أنت تبي تسوي فيه حجامة. كل هذا لاحظوا قبل الحجامة، ديروا بالكم من هالشي. لازم بعد ما تكون مريض، يعني ماخذ مثلا بنادول نايت أو أدوية الحساسية والأمور هذه لا تاخذها. أوكي، الحين أنت بالسيف سايد، رحت تبي تسوي حجامة. أثناء الحجامة تأكد أن الشخص اللي قاعد يستعمل لك الأغراض يكون مستعملها بس حقك أنت بروحك، يعني طالعه، لا تستحي، ركز عليه، لأن هذا الشيء ممكن ينقل لك أمراض ما تدري. الموس مستعمله حق أحد قبلك اللي هو يعني يشرط فيه الأماكن هذه، أو ان الجهاز او هذا اللي يشفطون فيه يكون مستعمله حق احد ثاني، فيختلط دمك مع دم احد ثاني ملوث. ممكن ما يكون في مرض جدا خطير، بس دير بالك بجميع الاحوال، دير بالك. ثاني شغله او الشغله اللي بعد الحجامه، لازم ما تاكل مشتقات الالبان، تتجنبها. مشتقات الالبان تتجنبها بيوم واحد، ترى يوم واحد مو اكثر يعني. ولا تتسبح خلال 6 ساعات بعد الحجامة عشان يلتئم الجرح ويتسكر. طبعا مرضى السكر طريقة الحجامة ماتهم مختلفة، انه مو بالموس، لا بالإبرة، شيء مثل طقات صغير عشان يلتئم الجرح بسرعة، لأن مرضى السكر ما يلتئم الجرح فيهم بسرعة. بس طبعا الحجامة بشكل عام، يعني أنا الحين قاعد أكلكم مسويها، موجودة، ما أدري عاد تبين ولا ما تبين، ما أدري، المهم مسويها، ما تحس بتعب. بس شنو، ما تروح نادي بعد الحجامة، لا تتعب روحك. حاول انك تاكل كثر ما تقدر اكل نظيف، لان الدم النخاع الشوكي قاعد يفرز الحين دم جديد، فبالحالة انت محتاج اكل نظيف عشان تفرز دم نظيف وبسرعة تسوي ريكفري. طبعا الحجامة لها عدة فوائد. انا شخصيا ليش اسويها بين فترة وفترة؟ ادوخ، مو انك تدوخ انه مثلا صداع او شيء كذي، في صداع بس لا ما توازن تصير، لان نسبة الدم اصلا زادت. غير عاد شيء النظر يتعدل، نفسيتك تتعدل، النوم. في ناس يقول لك والله سويت اليوم حجامة بس نمت وايد، هذا بيرفكت، معناته بيرفكت، معناته انت قاعد تسوي ريكفري سريع بعد الحجامة، وهذا شيء عادي ووارد. في ناس ممكن تدوخ حزته، مو مشكلة كبيرة، بس مو انه يدوخ انه يطيح. الدوخ حزتها شويه، يعني اوكي انا لما سويت حجامه حسيت بدوخه خفيفه، بس ما حسيت انه خلاص بيغمى علي. لما تحس انك واصل لهالمرحله، كلم الشخص اللي قاعد يسوي لك حجامه، لان انت ممكن تدش يغمى عليك او شيء، فدير بالك. وانا عن نفسي وايد انصح فيها، غير ان هي سنه على الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني مو محتاجه نقاش، مو محتاجه انكم تتناقشون فيها. انا عن نفسي اشوف لها فائده كبيره، كافي انك تحس انك فريش، تحس انك ما تبي تنام وايد، تحس انك مصحصح، الاتنشن مالك اقوى. عوار الحجامه، الحين انا مسوي حجامه عادي، مع التيشيرت وعادي، ما فيني شيء عادي، بس تحس انك تبي تنام مجرد يوم واحد، ثاني يوم ماكو ولا شيء. والاثر الموجود هذا انا عاده لما اسويه ياخذ له اسبوع شيء كذي ويروح. اذا تبي تفيد احد، او احد مثلا يحب انه يتعلم اكثر او معلومات اكثر، هذا اكاونتي بالانستغرام، تقدرون تسوون لي فولو وتابعوني. حياكم الله، كان معكم اخوكم عبد الله الحليل، مع السلامه.